بصوا يا جماعة، دينا الشربيني في أول حلقة ليها من مسلسل لا ترد ولا تستبدل والله العظيم خلتنا عيط. المسلسل على فكرة نزل منه 3 حلقات وأنا اللي اتفرجت بس على أول حلقتين. أنا بصراحة مش قادرة أوصف حلاوة تمثيل دينا الشربيني في المشهد اللي هي عرفت فيه إن هي عندها فشل كلوي ولازم تعمل غسيل كلى دلوقتي. قد إيه والله العظيم بجد كانت طبيعية جدا في المشهد ده لدرجة إن خلت الواحد يعيط. المسلسل كمان بيسلط الضوء على ناس اللي هم مرضى الفشل الكلوي اللي احنا ما كناش واخدين بالنا منهم وما كناش نعرف قد ايه هم بيعانوا مع المرض ده. بجد ربنا يشفي كل مريض يا رب. صار الحلقتين اللي انا اتفرجت عليهم ان هي مرشده سياحيه فجاه حياتها ماشيه عادي جدا وهتصحى الصبح هتلاقي نفسها ان هي عندها فشل كلوي ولازم تلاقي متبرع. أحمد السعداني بقى عامل دور تحفه كالعاده برضو اللي هو دور طه ده. وبجد انا بعتبر ان هي سنه 2025 دي سنه احمد السعداني. نادي عمل اعمال مهمه جدا ونجح فيها زي لام شمسيه ولنا في الخيال حب ودلوقتي لا ترد ولا تستبدل. لسه هتفرج على الحلقه الثالثه ويا رب الحلقات اللي جايه بقى تبقى حلوه زي الحلقتين اللي انا اتفرجت عليهم.